انا عايزه اقول لكم اتحدى اي حد يشتري الكريب تاني من بره بعد ما يشوف الطريقه النهارده. باذن الله طريقه سهله وبسيطه وبتطلع ناجحه من اول مره لو مبتدئين. وكمان هقول لكم على سر الخلطه وازاي تطلعوا الفراخ المقرمشه اللي تقدروا تحشوا بيها الكريب بتاعكم وتطلع ناجحه من اول مره. يلا بقى كملوا معايا الفيديو للاخر. متنسوش تعملوا له لايك وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. اول حاجه كده هنجيب بوله وهننزل فيها بكوبايتين من الحليب وكوبايتين من الميه وعليهم 2 بيضات. وما تنسوش بقى رشة الفلفل الأسود لأن دي مهمة جدا عشان زفرة البيض. وبعد كده تقدروا تجيبوا المضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي، مفيش أي مشكلة. المهم تضربوه لغاية ما يعمل معاكم الفوم بالشكل ده. وبعد كده نسيبها على جنب ونجيب المقادير الجافة. معايا 4 كوبايات من الدقيق ومنخولين كويس، وعليهم معلقتين من السكر ونص معلقة ملح. ونديهم تقليبة كده حلوة مع بعض ونخلط المكونات كويس. وبعد كده نبتدي ننزل بيهم بالتدريج، ما تنزلوش مرة واحدة عشان ما يكتلش معاكم، وطبعا ما يظبطش معاكم الخليط. زي ما انتم شايفين اضرب شوية واسيبه وانزل كمية تانية برضو لغاية ما خلصت الخليط كله. وعايزة اقول لكم الطريقة دي من انجح الطرق اللي انا جربتها، ولا مرة يعني خيبت معايا وطلعت فاشلة خالص. لا، كل مرة بتنجح احسن من المرة اللي قبلها. وعايزة اقول لكم انا كنت عملتها قبل كده على القناة بتاعتي على اليوتيوب، وكمان كنت بضيف لها زيت. وعايزة اقول لكم جربته برضو من غير زيت، يعني طلع يعني مفيش فرق كتير. بس اقول لكم ازاي التكه اللي تقدروا تعملوها، يعني لو حبيتوا تستغنوا عن الزيت في الخليط تقدروا يطلع معاكم ناجح برضو. بس لازم في خطوه تعملوها كده باذن الله، هقولها لكم وانا بشتغل في الكريب باذن الله. وبعد ما خلصت خالص لازم تتاكدوا بقى ان الخليط ما فيهوش اي تكتلات، وتبداوا تحطوه في دورق كده عشان يسهل عليكم لما تيجوا تشتغلوا يعني. وتحطوه في التلاجة بتاعتكم لغاية نص ساعة كده لازم يرتاح. وطبعا لو انتم مش متأكدين الخليط يعني مضروب كويس، تقدروا تنزلوه في مصفى عشان تتأكدوا ان مفيش اي تكتلات. بعد النص ساعة ما عدت وهو في التلاجة كده، ابتدي بقى اجيب المقلاية الكريب بتاعتي وانزل بالخليط. عايزة اقول لكم المقلاية لازم تكون دافية، مش سخنة خالص ولا باردة، دافية بس. ودي الخطوات المهمة اللي بنبه عليها، لان اي غلطة في الكريب بيروح نازل متكتل معاكي على طول في المقلاية لو هي سخنة جدا، وما ينفعش يتفرد معاكي خلاص باظت كده. انا حبيت اوريها لكم قدامكم كده يعني عملي. يعني لازم تنزلي كده اول حاجه الكريب كده على الهادي كده وتبداي تفرديه حبه حبه. طب يا شيماء الخطوه اللي انت قلتي لو احنا استغنينا عن الزيت هنعملها ازاي يعني عشان الكريب ينجح معانا؟ عايزه اقول لكم اهم خطوه اللي انتوا تدهنوا المقلايه بتاعتكم بتاعت الكريب او اي مقلايه مش بيلزق فيها الاكل. طبعا دهنة زيت حلوه ومحترمه كده، بس ما يبقاش زيت كتير طبعا. لا يعني تحطوا نقطة كده وتبدأوا تفردوها كده الفرشة بتاعتكم، وتتأكدوا ان المقلاية كلها مدهونة كويس. الخطوة دي بتخليه مش محتاجين تحطوا فيه زيت. لو عايزين تحطوا فيه زيت وواثقين في المقلاية بتاعتكم يعني تقدروا تعملوها وتسيبوا الخطوة دي مفيش أي مشكلة خالص. لكن أنا استغنيت عن خطوة اللي أنا أحط زيت في العجينة، وبدأت أدهن المقلاية بتاعتي كويس، وبتطلع معايا ما شاء الله ناعمة جدا وحلوة وما فيهاش أي مشكلة. طب ايه الخطوة اللي تخلي الكريب بتاعي طري وما ينشفش معايا وبيفشل مع ناس كتير اللي هو يطلع مقرمش كده؟ طبعا لا. عايزه اقول لكم اهم حاجه اللي انتوا اول ما تطلعوه من المقلايه بتاعتكم ينزل على فوطه كده، وتغطوه بفوطه على طول او فوطه كبيره وتغطوه بنفسها هي يعني يبقى تحت وفوق، وهو محطوط في النص ومتغطي تمام عشان تسيبوه يبرد بقى براحته. وعايزه اقول لكم الخطوه دي مهمه جدا عشان ينجح معاكم. تاني حاجة بقى تتبيلة الفراخ، اللي عايزة اقول لكم بتسأل عليها كتير وازاي تطلع معاكم مقرمشة وكأنكم جايبينها من بره. طبعا عشان ما اطولش الفيديو عليكم هكتب لكم مقادير التتبيلة نفسها بتاعة الفراخ في صندوق الوصف تحت. لكن النهاردة انا هشرح لكم ازاي تعملوا طريقة كده في الخلطة بتاعة الفراخ، ازاي تطلع معاكم كريسبي وكأنكم جايبينها جاهزة من احسن الشركات اللي بره وانضف كمان. عايزة اقول لكم هننزل بكوبايتين من الدقيق ونص كوباية من النشا ونخلطهم كويس، وهننزل عليهم بمعلقتين كبار من الفيجيتار سواء حار أو بارد طبعًا ما بتحبوا يعني. وهننزل عليهم ب3 معالق كريسبي. طبعًا الكريسبي ده بتجيبوه من عند العطار، وبيبقى حبيبات كده يعني مقرمشة شوية، بس أنا باحطها في الكبة لغاية ما تنعم، وباعينها في التلاجة زي ما أنتم شايفينها كده وباخد منها. خدت منها 3 معالق، ونزلت عليهم كمان بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر. وعايزة أقول لكم دي بتخلّي في قرمشة فظيعة في الفراخ بتاعتكم. وكمان ما تنسوش نُص معلقة من البصل باودر والثوم الباودر، طبعًا أنا خلطاهم على بعض وباخد معلقة كده على بعضها كاملة. بعد كده نقلب الخليط اللي إحنا عملناه ده ونسيبه على جنب.
وأهم خطوة نجيب بولة وننزل فيها بمَيّة متلجة، عايزة أقول لكم تحطوا فيها تلج، ودي أهم خطوة اللي بتخلّي معاكم الفراخ تطلع كده متماسكة وفيها القرمشة اللي إحنا بنعملها دي. وعايزة أقول لكم من غير بيض ومن غير أي حاجة بيطلع معاكم اللون تحفة، ويا ريت ما تحطوش بيض خالص في أي حاجة بتاعتكم يعني، تحبوا تطلع معاكم باللون الدهبي المضبوط ده. بعد كده نزلت في الخليط اللي هو الدقيق، وبعد كده نزلتها في المَيّة المتلجة جدًا، وبعد كده رجعت تاني حطيتها في الخليط الدقيق بالنشا. وعايزة أقول لكم لازم تنفّضوها كويس كده زي ما شُفتم في الفيديو، التنفيضة دي اللي بتخلّيها تاخد الشكل كده اللي أنتم بتبقوا شايفينه كده شكل القرمشة التحفة ده. لازم الخطوة دي مهمة جدًا، ولازم بقى تنزلوا على زيت يكون سخن أوي، يعني بيغلي كده، وبعد كده تهدّوا النار عشان توصلوا للتسوية المضبوطة من الداخل، وتاخدوا القرمشة واللون الدهبي من الخارج. سامعين صوت القرمشة؟ حاجة كده اللهم بارك يعني تحفة جدًا. أكيد الوصفة دي هتخلّوها عندكم كل ما تحبّوا تعملوا حتى فراخ مقرمشة، مش لازم كريب، لإن الوصفة دي يعني النهارده الفيديو فيه وصفتين أحلى من بعض، الفراخ لوحدها أو الكريب. وشايفين المنظر؟ اللهم بارك يعني بتطلع معاكم دهبي وجميلة جدًا، يعني اللون نفسه بيحكي على القرمشة اللي جواه. لازم تجرّبوها بجد وتكتبوا لي كمان في التعليقات بتاعتكم، وتشيّروا بقى الوصفة دي لأي حد يعني بتحبوه وتعزّوه، لإن هتوفّر عليكم يعني حاجات كتير، وتقدروا تستفيدوا بيها في كذا يعني وصفة بإذن الله. شايفين المنظر؟ يالّا بقى نشوف هنعمل الكريب بتاعنا إزاي، عشان اتسألت عليه كتير برضه إزاي بنلفّه وساعات بنعمله ويفك مننا يا شيماء. لأ هاقول لكم على كل حاجة، جهّزت بقى كل حاجة جنبي، وطبعًا الصوص اللي أنا باحضّره ده صوص تحفة كده باحطه بيدّي مزازة حلوة جدًا في الكريب. طَب المقادير يا شيماء قد إيه بالضبط عشان يعني ما نعملش كمية؟ طبعًا كل واحد بيعمل تبع الكمية اللي تناسبه أو اللي هيحتاجها. يعني أنا ممكن أعمل 4 معالق مايونيز على 4 معالق كاتشب ويكونوا كبار شوية، وأقلّبهم مع بعض لغاية ما الخليط كده يبقى متجانس كده، وابتدي أستخدمهم. لو خلصوا واحتجت تاني باعمل عشان ما يفيضش يعني وكل ده يترمي أو حاجة. وبعد ما أجيب الكريب بتاعي زي ما أنتم شايفين كده وأقسمه كده، يعني نُص واحدة كده، الشكل ده اللي بيطلع معاكم مضبوط كأنكم جايبينه من برّه بالضبط، اللي هو الشكل المثلثات أو الهرمي ده. فباجيبه كده وبادهن الصوص ده وباحط موتزاريلا، وبعد كده باحط الفراخ بتاعتي المقرمشة الجميلة دي، وبعد كده باحط بطاطس، وباحط كمان مخلل بقى تبع ما أنتم بتحبوا، وكمان باحط رشة موتزاريلا تاني، وباقفل بقى زي ما أنتم شايفين. باجيب النُص ده كده الأولاني على النُص، ولازم أحط قطعة جبنة كده ما تنسوهاش، عشان هي دي أول ما تحطوا الكريب على النار تاني تبدأ تسيح كده وتمسك الكريب في بعضه وما يتفكش منكم خالص حتى لو بِرِد حتى. لأ الجبنة بترجع تمسك في بعضها كده، وبيبقى متماسك وتقدروا تمسكوه كويس. شايفين الخطوات دي مهمة جدًا يطلع معاكم الشكل كأنكم جايبينه من برّه ومضبوط. وبعد كده تقدروا تحطوا بقى الكمية اللي أنتم عايزينها كده في المقلاية، وتدّوا للمقلاية الأول مسحة زيت كده خفيفة، وتسيبوه لغاية ما ياخد اللون اللي أنتم تحبوه. يعني عايزينه أغمق من كده، أفتح من كده، دي حاجة ترجع لكم أنتم والقرمشة اللي أنتم بتحبوها. وكمان الجبنة الموتزاريلا بتسيح. شايفين عملت كمية قد إيه، ووفّرت من 4 كوبايات دقيق بس وبيضتين عملت الكمية دي. شوفوا إن أنتم لو كنتم جبتوه من برّه هيكلّف معاكم قد إيه. شايفين المنظر والجمال؟ جرّبوها بإذن الله تعجبكم بألف هنا على قلوبكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة، وشير كتير، كتير يا حلوين، واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.